أهلا بكم يا أصدقاء في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات جميلة جدا إن شاء الله نعملها كل سبت. وربنا يعيننا في هذا التراك إن شاء الله، ونستمر دايما معاكم بطريقة مستمرة. كل سبت إن شاء الله هنعمل حلقة تحت عنوان رحلة في كتاب. هنتكلم وناخد مقتطف معين جوه كتاب معين، ممكن يبقى مرتبط باهتماماتنا كمحبين للتاريخ المصري، سواء بقى في الفترة المصرية القديمة أو القبطي أو المسيحي، القبطي مسيحي والإسلامي والحديث، سواء آثار أو عقيدة أو تاريخ أو فن أو أي اتجاه من الاتجاهات الخاصة بتاريخ الحضارة المصرية القديمة بشكل عام. فهناخد مقتطفات كده منتقاة من كتب. كمان لو انتم مرشدين سياحيين هتلاقوا ان المقتطفات دي متعلقة بزياراتكم وجولاتكم، فإن شاء الله يعني نبدأ بداية جميلة جدا ونحقق استمرارية بشكل كويس. حبيت أبدأ بحاجة جميلة جدا، واحد من الكتب الجميلة المميزة اللي فيها معلومات لطيفة جدا تحت عنوان اكتشافات بالصدفة. كتير قوي من الآثار المصرية، سواء المصرية القديمة أو البطلمية في العصر البطلمي والروماني، أو الآثار القبطية والإسلامية، كتير قوي من القصص بتاع كشف على الآثار جت بطريقة الصدفة. يعني نلاقي حمار مش عارف بيتعثر في ايه فيتم اكتشاف بناء عليه كذا. بالصدفة مثلا حيوان معين حصل كذا. بالصدفة المية لما اتحطت على الرمل حصل انهيار فاكتشفوا كذا. فكتير جدا جدا من الآثار تم اكتشافها عن طريق الصدفة. لذلك الأستاذ أحمد أبو العلا المرشد السياحي عمل كتاب جميل جدا اسمه اكتشافات بالصدفة، القصص الحقيقية وراء اكتشاف أروع الآثار المصرية. ده العنوان الكامل للكتاب. الكتاب فيه منه نسخة باللغة العربية لمحب القراءة باللغة العربية، وفي منه نسخة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية by the way of accident لنفس الكاتب الأستاذ أحمد أبو العلا. حبيت أنتقي جزء من الكتاب في اليوم بتاعنا ونقرأه. طبعا الكتاب الاندكس بتاعه حلو جدا، المحتوى الخاص في الكتاب طبعا بعد المقدمة في عندنا عدد من قصص الاكتشافات، من ضمنه حجر رشيد، مقبرة سيتي الأول في وادي الملوك، السرابيوم في سقارة، خبيئة المومياوات الملكية، نقراطيس المدينة الإغريقية في الدلتا، رسائل العمارنة، مقبرة الحصان، كوم الشقافة، برديات تونس، مقصورة حتحور سيدة الغرب، مقبرة توت عنخ آمون، مقبرة الملكة حتبحرس، مقابر الملكية في تانيس، برديات نجع حمادي، مراكب الشمس، آثار الإسكندرية الغارقة، تمثال الملكة ميرت آمون العملاق، خبيئة معبد الأقصر، مقابر العمال بناة الأهرام، وادي المومياوات، الواحات البحرية. وبعد كده في ملحق بالصور والمراجع. حبيت أنتقي من هذا الكتاب من النسخة العربية. طبعا الكتاب ده متوفر لمحبي قراءة الكتب ال- الهارد كوبي، الكتاب المطبوع. هتلاقوه موجود في حورس أكاديمي. هسيب لكم مع الفيديو الكونتاكت نمبر بتاعهم لمحبي قراءة النسخة العربية أو الإنجليزية. طبعا في الفصل رقم 3 بيتكلم عن السرابيوم بتاع سقارة. كلنا طبعا ما فيش حد بيروح سقارة إلا لما بيعدي على السرابيوم، سواء كمرشد سياحي أو من محبين التاريخ والآثار. ميستري كبيرة جدا، لغز كبير جدا. فكانت قصة اكتشاف هذا المكان قصة جميلة جدا. بيبدأ الأستاذ أحمد أبو العلا بالحديث في الفصل الخاص بسرابيوم بزيارة شامبليون لمصر، وقد ايه شامبليون كان جاي عنده طموحات وعنده آمال كبيرة جدا. بعد القدرة على فك رموز حجر رشيد، وأصبحت اللغة
المصرية القديمة متاح القراءة والترجمة على الآثار. طبعا زيارته لمصر سنة 1829 كانت صدمة كبيرة واجهت شامبليون فيها كتير جدا من الصعوبات، علشان لقى علامات مصرية قديمة هيروغليفية كتير قوي على الآثار، وكان لازم عليه إن هو يبذل مجهود أكبر لمعرفة الكم الهائل من العلامات الهيروغليفية. انتهت الزيارة بإن هو أخذ معاه قطع أثرية كتيرة جدا ونصوص أكتر من أجل الدراسة، وإن هو يعكف على دراستها بشكل كبير. طبعا البداية لعلم المصريات وبداية اكتشافات كتيرة جدا، وعلاقة فرنسا بمصر والفترة ما بين الاهتمام من بعد حجر رشيد بالآثار المصرية كانت كبيرة جدا جدا. بعد سنوات من مغامرة شامبليون ورجوعه إلى بلاده، كان في الفترة في القاهرة في الحقبة بتاعة شامبليون طبيب إيطالي مغامر اسمه ماريوتشي، وكان ليه صيت كبير جدا في التنقيب عن الآثار، كان من محب الجمع للقطع الأثرية لحساب الآخرين في أوروبا والبلاد الأخرى. اتركز النشاط الأول بتاعه في منطقة سقارة، فبدأ الحفاير بتاعته فيها وفي مناطق مختلفة كتيرة. في أحد الأيام في ربيع العام اللي قام فيه ماريوتشي بالحفر في منطقة الشمال من هرم سقارة، عمل أخدود كبير يبحث فيه عن الآثار المدفونة. طبعا احنا عارفين ان منطقة آثار سقارة كل فترة لما بيتم إهمال المنطقة بتتغطى بكميات كبيرة جدا من الرمل، فهو عمل أخدود صغير علشان يبحث عن الآثار المدفونة تحت الأتلال كبيرة جدا من الرمال. وطبعا ما كانش ماريوتشي في الوقت ده عارف ان الاخدود اللي هو بيعمله ده وبيدور فيه على الاثار فوق طريق الكباش اللي بيؤدي الى مدفن السرابيوم. طبعا ماريوتشي عمل عثر على تمثالين ضخمين من الحجر على هيئة أسدين، وكانوا في حالة سيئة جدا، فماريوتشي سابهم في وسط الصحراء وقرر إن هو يوقف الحفائر في المنطقة دي. بعد الفترة بتاعت ماريوتشي بأعوام قليلة بدأت مغامرة تانية في الحفر في نفس الموقع بتاع السرابيوم. كان تاجر آثار آخر اسمه فريدناندز، وده كان واحد من الأثرياء والقناصل، استكمل الحفر في المنطقة اللي سبق فيها وحفر ماريوتشي، ولقى على 30 تمثال من تماثيل الأسود في حالة جيدة، وباع جزء كبير جدا منها. باع ال 12 تمثال كلهم، وحاليا دلوقتي يعني 12 تمثال اتباع فيها إلى زيزينيا باشا قنصل بلجيكا في مصر، واحتفظ بالتماثيل دي في حديقة القصر بتاعة الإسكندرية القصر بتاعه، وباع 2 منها إلى كلود باشا أو كلود بيك الطبيب والجراح المعروف اللي هو مؤسس مدرسة الطب. وطبعا باع أجزاء الكوليكشن كلها اللي هم ال 12 إلى كذا حد. ما توقفش الأمر عند العثور في بداية الحفاير في المنطقة دي على التماثيل بتاعت الأسود فقط أو طريق الأسود، ولكن قام رجل أعمال ثري اسمه هاريس، برضو كان من الكوليكتورز بتوع الآثار والباحثين على البرديات المشهورة، وطبعا اللي بتنسب إليه بردية هاريس الطبية. برضو استطاع أن يجد طريق الكباش الخاص بالسرابيوم، وأعلن هاريس يوم 28 يونيو 1848 إن هو اكتشف الطريق المؤدي إلى السرابيوم.
طبعا كلنا عارفين كمان ان السرابيوم مرتبط بقصة العجل ابيس، وقصة ابيس كعجل والرمزية بتاعته، والحديث طبعا عن الجزء الخاص بوفاة العجل ابيس وبانتخاب جزء آخر. فطبعا الأستاذ أحمد أبو العلا بيكلمنا عن قصة أبيس والعجل أبيس، ورمزية العجل أبيس، والاحتفالات كانت بتتم إزاي من المؤرخين والرحالة اللي زاروا مصر وصادف وجودهم في مصر هذا الاحتفال. بعد كده بيحكي لنا قصة اكتشاف السرابيوم بقى نفسه في حد ذاته، إن سنة 1850 قرر المتحف الفرنسي، المتحف اللوفر، شراء مجموعة من البرديات القبطية في مصر. والمتحف كلف أوجست ماريوت علشان يشتري هذه البرديات من مصر. وأوجست ماريوت لما جه كان لسه شاب، لأسرة متوسطة الحال من فرنسا، مولع جدير جدا جدا بالآثار المصرية. ولما وصل ماريوت أو أوجست ماريوت لإسكندرية، نزل في ضيافة زيزينيا باشا. وطبعا لما نزل في قصر زيزينيا باشا لفت نظره وجود التماثيل اللي على شكل أسود. ولما عرف المصدر بتاعها ان هو جايه من الطريق المؤدي الى السرابيوم واللي ما زال لسه لم يتم اكتشافه، فسعى الى الموقع اللي حفر فيه ماريوتشي من قبل، وبدأ يستأجر العمال وبدأ الحفر في الموقع بحثا عن السرابيوم بقى نفسه سنة 1850. في أقل من شهر اكتشف معبد السرابيوم والمقابر اللي بجواره أو بداخله. استخدم أوجست ماريو طبعا علشان يشيل كميات كبيرة جدا من الرمل، استخدم البارود في تفجير طريق الكباش المؤدي إلى المعبد، مما ساهم في تدمير العديد من التماثيل. يعني اللي كان تم اكتشافه نجا بأن هو الناس اشترته، واللي كان لسه لم يتم اكتشافه طبعا لما استخدم الديناميت بقية طريق الكباش أو التماثيل بتاعة الأسود اللي قدام السرابيوم تم تدميرها بشكل كبير جدا. وتطايرت في الهواء قطع حجرية صغيرة زي ما هو بيوصف. وطبعا ماريوت نسب لنفسه بالتالي اكتشاف السرابيوم وقصة المصادفة المعتادة في الكشف عنه، إلا أن قد سجل في مذكراته إشارة أنه استكمل الحفر الذي قام به ماريوتشي في موقع السرابيوم. يعني مش أوجست ماريوت هو اللي اكتشف الموقع بشكل كامل، ولكن هو مشي ورا المكتشفين اللي قادتهم الصدفة إلى الطريق بتاع الكباش المؤدي إلى السرابيوم بشكل أو بآخر. من خلال القصة دي طبعا أصبح فيه السرابيوم، وبدأت القصة في اكتشاف ممرات السرابيوم من الداخل اللي مليانة كتير جدا جدا من التماثيل، التوابيت الضخمة اللي فيها منها منقوش عليه نقوش بسيطة، وفيه منها الغير منقوش وغير مصقول بالكامل. وبدأت قصة السرابيوم إن هي تبقى معروفة كواحد من الألغاز اللي موجودة حتى الآن، بضخامة البناء، ضخامة التوابيت، طريقة الاكتشاف بتاعها. وأوجست ماريوت وماريت وما قبله من المستكشفين اللي كانوا دايما بيدوروا على هذا المكان. فدي كانت تلخيص عام كده سريع للفصل الخاص باكتشاف سرابيوم سقارة. هسيب لكم إن شاء الله في التفاصيل بتاع مع الفيديو التواصل مع حورس أكاديمي لاقتناء الكتاب والاستمتاع بقصص الاكتشافات الخاصة. وإن شاء الله في لقائنا يوم السبت القادم مع كتاب جديد ورحلة جديدة في كتاب. نشوفكم إن شاء الله.